هو انتوا عايزين العيال تتكلم ايه؟ واتكلمت عربي مكسر عشان لسه يا حرام مش عارفه تنطقه. محتاجه دكتور تخاطب. ابني في سنها كان بيخطب خطبه الجمعه، اللهم بارك. لازم تكشفي وتتكلمي معاها كتير وباللغه العربيه الفصحى كمان، قولي لها الضاد. نحط شويه انجليش في النص. ليه يا حبيبتي كده؟ ما احنا عايشين في مصر، وبعدين هيفتكروها تنكه، محدش هيحب يتعامل معاها. هيجي لها وقت هي مش عارفه تتكلم انهي لغه وامتى، بتشتتيها. طب انا هظبط العربي بقى، انا هخليها بصي تقول لك باء بطه برضو. يعني احنا عايزين التعليم يبان عليها. انت ما شاء الله صارفه دم قلبك على التعليم، هي كده باينه عاديه قوي زيها زي اي حد. انا هدخلها فرنش بقى. انت فاكره ان هو هينفعك؟ هتعمل بيه ايه الفرنش ده؟ يعني هتسفريها فرنسا مثلا؟ عايزه مني ايه؟ ثم بكمن بقى. انا هعلمها لغه الاشاره. وعلقي علينا بقى تاني. القصه ان كل ده عشان بنتي الحمد لله قالت، هي مش جمله حد، قالت بق ميه. يعني احنا سايبين البنت بتشحت بق ميه وعطشانه ولسه بنحدد اللغه. بعد اذنكم خلوا بس بنتي تبدا تتكلم عشان اعدي بقى المرحله دي، اعدي بقى وابقى من الامهات اللي تبرق بنتها تسكت. يعني عايزه حوار يجري ما بيننا.